السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. الفيديو ده هنتكلم عن الأهلي في المونديال. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا ماتش انتر ميامي وماتش بالميراس. هنتكلم عن فكرة إنه الأهلي لما جاب اللعيبة تريزيجيه وحمدي فتحي كانت هي اللعيبة اللي هتقدر إن هي تخلي الفريق يقدر يكسب في البطولة. للأسف لما تجيب لي لاعب زي تريزيجيه ما نجحش في أوروبا وراح على الخليج علشان الفلوس وتجيبه الأهلي، يبقى أنت كده بتوهم نفسك إن هو لاعب كبير. لما تجيب حمدي فتحي وهو نفسه حمدي فتحي اللي كان معاك في نسخ قبل كده من كأس العالم وما كانش بيأدي المطلوب. لما تجيب بن شرقي حتى أو زيزو، ما هي برضه هي نفس اللعيبة، هو نفس الكواليتي. فازاي انت في كأس العالم ده اللي انت اتعادلت فيه مع انتر ميامي، مع انك عملت فرص كتيرة وخسرت من بالميراس، مع انك كنت قريب انك توصل من الجون وكان في فرص 1-1 على الجهة اليسرى، تريزيجيه على لاعب تاني من بالميراس. بس احنا قلنا قبل كده انه تريزيجيه مش لعيب، مش كواليتي لعيب هتلعب فيه في المستويات العالية. الدليل ان هو ما نجحش في اوروبا، نكمل ونقول انه مين اللي يشيل القصة دي؟ انا اعتقد من وجهة نظر الادارة محمود الخطيب، لانه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فما بالك انت بقالك 5 سنين بتروح كاس العالم، وده أو دية النسخة الأهم والأكبر واللي بتثبت فيها إنك بطل أفريقيا فعلا، وإنك فريق بطل، وإنك فريق قوي، وإنه تثبت للعالم كله إن أنت من الفرق الكبرى على مستوى العالم مش فقط أفريقيا. فتروح تخذل جمهورك بالشكل ده. ت- للأسف الكلام ده أنا قلته قبل كده وقبل كأس العالم. هتروح بتريزيجيه وهتروح بحمدي فتحي تعمل بيهم إيه؟ هتروح باللعيبه تهبب بيها ايه؟ ما هي اللعيبه، وهو الكواليتي، وهي ال 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 الكواليتي بتاع اللعيبه هو. انت ما يقدر جديد. طب على الاقل كنت خدت ناشئ او اتنين، ما انت كده كده خسران وكده كده طالع بره البطوله. هتروح تخسر ال3 ماتشات تتعادل ماتش فيهم، ما كده كده خسران. خد لك لاعب صغير في السن او اتنين لعيبه تقدر من خلالهم ان انت تسوقهم ولا حاجة تستفاد ماديا، يمكن يتولد نجم في اللحظات دي. لان المباريات الصعبة والكبيرة هي اللي بتولد النجوم، هي اللي بتطلع النجوم فعلا. اتفرج على اعمار لعيبة بالميراس، واتفرج على اعمار لعيبة، بص الكرة ازاي. انما يجيبوا لك محللين ويجيبوا لك مش عارف ايه ويجيبوا لك كذا وكذا ويقول لك ده الاهلي المفروض يعمل كذا والاهلي المفروض يعمل كذا ومش عارف اللعيب والمدرب، وهي المشكلة في المدرب مش المشكلة في اللعيب. لا، باينة المشكلة ان انت بتاخد لعيبة كسر، فعلا لعيبة كسر حقيقي. هي اللعيبة لا تصلح ان هي تمثل النادي الاهلي في المستويات العالية. ممكن تنفع ان انت تاخد بيها بطولة هنا في افريقيا، على الغلابة بتوعنا، الدوري المصري اللي انت كنت مهتم او انك تاخد الدوري السنة دي من بيراميدز، اديك اهو في الاخر شربت. يا ريت بقى نفهم ونتعلم الدرس ونخطط لبكره فعلا. يا ريت محمود الخطيب اللي انا كنت بنقول انه مدام رئيس النادي لعيب سابق يبقى عارف اللعبه دي وخباياها وعارف الدنيا ماشيه ازاي. اللعبه دي عايزه لعيبه مهاريه، لعيبه 1-على 1 تنفع، انما مش لعيبه اديله الباصه عشان هو 1-على 1 يروح مرجعها لي تاني زي تريزيجيه. وده كان باين من اول البتاع، من اول ما رحت كاس العالم. جايب تريزيجيه ليه؟ جايب حمدي فتحي ليه؟ ما هي نفس الاوراق. تريزيجيه يعني هو اللي هينفع، اللي مش هينفع في ماتش بره في اوروبا هينفع معاك انت في المستوى العالي؟ مش هينفع، مش هيديك حاجه، مستحيل يديك حاجه. وده للاسف
قلناه، قلناه قبل كاس العالم، قلناه قبل كاس العالم. يا محمود يا خطيب يا إدارة النادي الأهلي، التخطيط مش كده، والله ما كده. ده أنا أروح أجيب لعيبة برازيلية ولا من الأرجنتين يأدوا لي، ولو لعيبة صغيرة في السن هيأدوا لي أحسن من كده بكتير، وهيدوني. انت صنعت فرص. طب شوف فرصة حسين الشحات قصاد انتر ميامي، فرصة حسين الشحات دي، ده لاعب نجم. يا عم انا مش هقول لك كده، انت من نفسك شايف انه لاعب زي قفشه او حسين الشحات ارقامهم ايه في الدوري او دوري ابطال افريقيا؟ ارقامهم ايه؟ مفيش. ارقامهم ايه؟ مفيش. يبقى رايح بيهم ليه؟ خد اتنين ناشئين، خد اتنين لعيبه ناشئين لابد، او يمكن يتولد لاعب كبير في المباراه اللي زي دي وتلاقي عندك نجم وانت مش عارف. انما لا، احنا فكرنا القروي عقيم على كل المستويات. الاعلام فكره عقيم، الاعلام القروي، المدربين افكارهم عقيمه، الاداريين افكارهم عقيمه. ما فيش حد بيعرف يفكر في الكره في مصر نهائي ابدا. وكله يقول لك النجم حسين الشحات. يا جدعان نجم بأمارة ايه؟ النجم مجدي قفشه بأمارة ايه برضه؟ النجم فلان الفلاني النجم. طب دول كلهم نجوم بأمارة ايه؟ ارقامهم ايه عشان تاخدهم في محفل كبير زي ده؟ هيدولك ايه في المباريات اللي زي دي؟ دي بس كانت فضفضة عن اللي جوه الواحد بسبب اللي بيحصل في إدارة الكورة وفي الكورة في مصر. الكرة في النادي الأهلي، الأهلي اللي المفروض إن هو يبقى قدوة الأندية الكبيرة في مصر أو الأندية في أفريقيا كلها، يروح يخسر ويروح يتذل بالطريقة دي. رايح بمحمد هاني، محمد هاني، محمد هاني. احنا بنضحك على بعضينا، ما هو الكواليتي واضح من زمان. الفكرة انه الجودة بتاعت اللعيبة، الجودة بتاع اللعيبة باينة من زمان، لكن احنا عاملين زي اللي بندفن راسنا في الرمل للأسف. للأسف. أتمنى إن يكون درس، احنا كده كده لسه هنلاعب بورتو. أتمنى إن اللي حصل ده يكون درس لمعنى الإدارة، إنه لا، الإدارة الرتيبة دي والإدارة اللي هو والفكر القروي العقيم ده. اخد واحد وانجم لعيبه ما تستحقش ان هي تبقى نجوم، واديها الملايين دي كلها، وفي الاخر يعني انت مستني ايه؟ مستني السمنه من النمله؟ مش هيدوك حاجه، لان هم اساسا لعيبه على قديها، على قديها خالص خالص. وكله مجمع حسين الشحات النجم، حسين الشحات النجم، مصطفى قفشه، مجدي قفشه ولا، ويقول لك في الدوري المصري الجولدن بوي والجولدن تاتش والجولدن ماتش. ايه يا عم ده؟ احنا فين في كرة القدم؟ احنا في الحضيض. احنا ما بنتشطرش على على بتوع مصر وافريقيا، الدوري المصري، دوري ابطال افريقيا. انما نروح المحفل العالمي ده ناخد على قفانا ونرجع للاسف. للاسف. هي كانت فضفضه من اهلاوي. وخلي بالك والله، يمكن ما عملتش فيديوهات عن الموضوع ده قبل كده، يمكن، لكن اقسم برب العزه وربنا شهد عليا، انا قلت ان احنا هنروح نبقى حصلت المجموعه، وقلت انه مش هينفع تروح بقفشه ومش عارف مين، علشان انت اللعيبه دي مش هتديك، كانت اديتك قبل كده، انما هي مش خلاص مش هتديك. هي الكواليتي بتاعها على قديها. كان الامل على امام عاشور، كان الامل على، بس للاسف انت تعتمد على لاعب واحد، هو فعلا فلت ولاعب كويس وافضل لعيب في مصر وافريقيا ومن افضل اللاعبين في مركزه على مستوى العالم، بس انت اتصاب خلاص. يعني انت مستني ايه بقى؟ رايح بلعيب واحد حاطط املك عليه، اتصاب في اول ماتش. للاسف خد اتنين لعيبه شباب، خد واحد عنده 19 سنه 18 سنه، لربما حتى لو انت خسرت، لربما حتى لو انت خرجت من دور المجموعات، اللاعب ده تحطه في ماتش تقيل او صعب، يثبت نفسه ويثبت شخصيته ووجوده ويظهر وكأنه بطل حقيقي فعلا، ولاعيب يستحق ان هو يلعب انما احنا ما بنديش الفرصة للناشئين ومش هنديهم الفرصة على طول التاريخ. احنا كده فكرنا عقيم وهيفضل فكرنا عقيم. بص على البرازيل، بص على الارجنتين، بص على انديتهم، بيلعب اللاعب بيلعب وهو عنده 16 سنة في المستوى العالي،
وعنده 15 سنة بيلعب في المستوى العالي. إنما إحنا لا. إزاي؟ ده المفروض يطلع ويتصعد للفريق الأول وهو عنده 30 سنة، 25 سنة. ماشي. بس 25 سنة دي بره اللعيب بيعتزل. بص شوف لامين يامال، بص شوف مين. افضل اللاعبين في العالم اتولدوا وهم صغيرين، يعني اتولدوا او بانوا وهم صغيرين. مارادونا، ميسي، بيليه، مش عارف، كل اللعيبه دي بانت جودتها وهي لعيبه صغيره وهي بتلعب في المستوى العالي. للاسف قلنا الكلام ده كتير، وبس ما فيش اداره كرويه حقيقيه في مصر كلها. اداره الاهلي تعبانه، اداره تعبانه، اداره تعبانه، تعبانه في الكوره، تعبانه. المحللين تعبانين، الاعلام تعبان. مش بقول لك ان انا اللي اكتر واحد بفهم في الكوره ولا حاجه، لكن هي الارقام اللي بتحكم في الاخر. ارقام قفشه في الدوري ايه؟ صفر. ارقام اسمه دوت حسين الشحات في الدوري او دوري الابطال صفر. ارقام فلان صفر. وبنفرح اما اللاعب يجيب هدف او هدفين او الكلام ده. لا مش معقول يعني. مش معقول. مش هو ده النادي الاهلي. اتمنى ان الاداره تتغير. وده الفيديو ده علشان انه الناس فعلا تفكر انه لازم الاداره، ان الاوان ان الاداره تتغير، وان الاوان ان يبقى في كرياتيفيتي في التعامل وفي التفكير، في تفكير خارج الصندوق. في اروح اجيب لعيبه من البرازيل صغيره في السن، مغموره حتى في دوري مغمور او بتاع. شوف كينو لما جه دوري مصر عمل ايه. ولاعيبه كتيره من البرازيل او الارجنتين، لعيبه حريفه فعلا، هتضيف ليك انت في الدوري المصري، وهتضيف انت ليك في كنادي اهلي. ولاعيبه صغيره في السن، ولاعيبه لو اديتها 100,000 دولار في السنه هتحمد، يعني هتشكرك عليه. بالنسبه لها هتبقى حاجه كبيره قوي. وفي الاخير بقى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.